بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام حباباتي، اليوم جيتكم بوصفة تاع الرفيس التقليدي القسنطيني الجزائري. هاد الوصفة اللي يعتمدوها ناس قسنطينة. هنا راح نعطيكم كيفاه تخدموا العجينة نتاع الرفيس، كيفاه تخدموا العقدة نتاعو، كيفاه نفوروه. تبعوا معايا للاخير باه تستفادوا من الوصفة. ولي تدخل ما تنسانيش بلي جيم، بلي كومونتير، بالبارطاج مع احبابكم. هنا نبداو على بركة الله. حطيت في القصعة نتاعي دقيق متوسط، كيلت بهذا الكاس، وانتوما الكيل اللي عندكم كيلو به. انا هنا راني حطيت الزبدة دائبة في الكاس نتاعي، ونزيد نكملو بالزيت. راح ندير خليط ما بين الزبدة والزيت. الزبدة خدموا بنوعية جيدة باش يعطيكم داك الذوق المميز. نزيدو نضيفو باكي خميرة نتاع كيميائية، خميرة كيميائية، ونملحوه. نزيدو نضيفو له الملح. هنا كما قلت لكم استعملوا زبدة نوعية جيدة. انا هنا استعملت الزبدة ستار. انا هنا راني حطيت ملعقة صغيرة في كل كيلة، حطيت ملعقة صغيرة نتاع الملح. ما نملحوهش بزاف، المهم نعطيو له الذوق تاعو ما يجيناش صامت. هنا نخلط هاد المكونات الجافة مع بعضها، ونزيدو نضيفو الكيلة نتاع ليدام، الكيلة اللي بين الزبدة والزيت. حنا نستعملو الزبدة والزيت، واللي تحب ديرو بالزيت وحده تخدم تديرو يجيها مليح. لكن هنا ما نستعملوش حنا السمن، حنا نستعملو الزبدة، زبدة نوعية جيدة، ونستعملو الزيت. ولا تحبي ديريه بالزبدة وحدها ما ديريش الزيت. المهم تديري الزبدة والزيت وما تستعمليش السمن، باش السمن يعطي ذوق اخر للرفيس تاعك. انا بنبسو الدقيق تاعنا باه يجينا رفيس مبسس كي نحطوه في البلاطو. دركا نبلوه هنا بالماء ورد والماء. هذا الكاس انا حطيت فيه ماء ورد مقطر، ولا يعني من الاحسن مقطر منه يعطيك ذوق اخر. وإلا ما عندكش استعملي ماء ورد اللي عندك في الدار. زيدي حطي له الماء الكيلة هذيك وبلي. هنا ما تعجنيش، هنا بصوابعك برك خلطي هذيك العجينة. انا هنا ها كيف جات العجينة تاعي. انا العجينة نحطها في بلاطو ولا صينية باه نحطوها في الفرن. لازمو يطيب مليح الرفيس تاعك، ما تخليهش بيض. انا هنا هاني حطيته في البلاطو، نطرحوه نديروه 1 سنتيم ولا قل. المهم ديريهش خشين بزاف، كي ديريه خشين بزاف راح تحطيه في الفرن، راح من بعد ما يطيبش من الداخل يجيك خضر ويجيك بيض، وما يجيش اللون هذاك الباهي اللي نحوسو عليه. حنا نحوسو عليه يكون داغي. انا نحب الرفيس يكون طايب مليح، ما نطيبوه مليح من الفوق ونطيبوه من التحت. هنا نقصوه مربعات، ونحطوه في الفرن يطيب على درجة حرارة 165. درك كل وحده والفرن تاعها كيفاه. كاين وحده فرن تاعها بارد، كاين وحده سخون.
انت المهم كي تلقاي حمار من التحت زيدي شعلي له من الفوق باه يحمر. هنا كي نخلصو نحطوه في الفرن تاعنا يطيب، نحمروه مليح كيما قلت لكم. هنا ها شوفوا كيفاه طاب، جا حمر جا يسخف. هنا نروحو نرحيوه، نصيروه في الصيار تاع الزرع. نجيبو قصعه نحطو فيها الصيار زرع وحكي بيديك حتى يهبط داك الرفيس كامل. راح تحصلي على الرفيس من التحت ما هو رطب ما هو خشين. ولو كان تحطيه في الروبو راح يجيك رطب خلاص، ومن بعد كي تحطي له الحليب راح يكعبر لك. يعني من الاحسن تستعملي هذه الطريقه. منه كي تنحيه انت من الفرن وتحكيه بيديك هو سخون راح يهبط كامل وما يعذبكش ويعطيك النتيجه اللي تحبيها انت. يعني يجي رفيس رائع. يعني نتمنى تخدموا بالطريقه هذه باش يجيكم الرفيس تاعكم يعني مليح، يعني يعطيكم نتيجه رائعه. انا شوفوا كيفاه او من الفوق احمر من التحت احمر، من الداخل ماهوش معجن، ما يجيكش داك اللون اللي يجي صفر خلاص اللي ما يجيش مليح. انا نكمل نحكو بيديا حتى نخلص الرفيس نتاعي. تحبي هذه الطريقه تاع العجينه تخدميها نقولوها نهار من قبل، ولا تحبي تخدميه وتخبيه ما راح يصرالو والو. تحبي تحطيه في الفريجيدار من تحت ولا وتستعمليه، ولا تحطيه في الكونجيلاتور تكونجليه تاني والو ما راح يصرالو. وكي تعودي رايحه تخدميه جبديه وديري له العقده نتاعو وفوريه وخلاص. انا شوفوا كيفاه جا. هاو الشكل تاعو جا رفيس يعني رائع. يعني اللون شوفي الحبه تاعو ما تجيش هذيك الحبه الرقيقه خلاص. نزيدو نحطوا له هنا الحليب. انا استعملت حليب كونديا. ديري هنا كيله تاع الحليب وما تمسيهش بيديك، حطيه هكا وخليه ينشف. انا ما راحش نقيسو بيديا خلاص، نخليه حتى ينشف خلاص. الساع كي ينشف خلاص نحلوه بيدينا ونحطوه في الفرن. هنا راح نخدم العقده. انا هنا درت نص كيلو تاع العسل ونزيد لها 300 غرام زبده. انا استعملت هنا ستار، هذه هي العقده. دوك نحطها تذوب ونزيد نروح نخدم له الديكور تاع الرفيس اللي راح نحطوه فوقه. هنا استعملت الزبده نتاع حليب البقر وزبده ستار، ذوبتهم مع بعضهم. راح في هذا المول راح نستعمل الديكور. انت المول اللي عندك نقولوها في مول هكا صغير تاع الورده تاع القلوب كاري اللي تحبي، وذوبيها وحطيها في الكونجيلاتور خليه يجمد. كي تعودي رايحه تستعملي الرفيس نتاعك كي تحطيه في صحن التقديم جبدي المول تاعك ونحي منه الزبده ديك وحطيها من الفوق راح يعطيك ديكور رائع. انا هاو الرفيس تاعي هاو يفور بعد ما حليته بيديا كيما حطيت له الحليب حليه مليح وحطيه فور. هنا كيما فار راني نحي فيه من الكسكاس نحي الرفيس تاعي من الكسكاس ونحلو بالملعقه نتاع الخشب. يعني من الاحسن استعملوا ملعقه تاع الخشب ما تحرقوش وباه. انا نشتي نستعمل بهذه الملعقه يعني ما تعطيك يعني في الخدمه يعني تساعدك مليح خاصه في العجائن. نحلوه هذاك الرفيس نحلوه مليح. وهنا كي نحلوه
نزيدو نضيفو له 4 ملاعق نتاع السكر. نضيف له 4 ملاعق تاع السكر ونزيد نعاود نحطو يفور. نخليه يفور مليح. الرفيس لازمكم تخليوه على الاقل 20 دقيقه هو يفور. هنا بعد ما فار لي المره الثانيه راني نحل فيه. هنا كي نحيتو راني حطيت له حباباتي العقده والفيديو تمسح لي. هنا كي حطيت العقده وخلصت هذيك العقده اللي خدمتها. حطوا وذوقوا شوفوا الحلاوه نتاعو كيفاه تجي. ومن بعد هنا راح نحطو في صحن التقديم. هنا كي تهزي الرفيس تاعك وتلقايه شغل مطمن هكا في يديك، اعرفي باللي الرفيس تاعك راهو مليح. هنا العقده انتي كيفاه تحبي تحطي، كل واحد وكيفاه يحبو. المهم ما ديروه الشايح خلاص. راني نحط فيه في صحن التقديم. دركا هنا نديرلو الديكور. انا عندي اللوز مرحي وهنا نزيد نضيف له السكر الناعم، السكر الرطب. الديكور يبقى في اختيارك، كل وحده كيف تحب تدير له الديكور تاعو. نزيدو هنا نحطو الجوز مرحي، ما نديروهش مرحي خلاص، نخليه شويه خشين باش كي ناكلوه نحسو به. هنا راني ديكوريتو باللوز مرحي، بالسكر الرطب، السكر الناعم، بالجوز مرحي شويه خشين. نزيد نحط له هذيك الزبده اللي درتها كديكور في المول تاع السيليكون، نحطها هنا ديكوري بيها. نتوما كيما تحبوا ديروا هذا الشكل ولا الشكل اللي يعجبكم اخدموا به. وفي الاخير هاو كيف جا الرفيس تاعي، جا باهي، جا بنين، رافقته مع اللبن. ونتمنى تتبعوا الفيديو من الاول للاخر، وما تنساونيش بلي جام بارطاجيو مع احبابكم باش الفيديو يطلع لي في القناة في اليوتيوب.